السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل النهاردة قدامكم طريقة عمل الهمبرجر، بهمبرجر اللحمة. انا قلت كنت هعمله دلوقتي، فقلت بقى اصوره قدامكم بقى عشان من البداية كده نبقى متفقين يعني. فالمقادير بتاعتنا ايه؟ جبت 4 كيلو فول صويا، وخدت نصه بس، خدت نصه عشان ده نص كيلو لحمة مفرومة، فهو بينفش قوي ما شاء الله. فاخدت نصه، انا قعدت شوية بتاع 10 دقايق، ما قعدتش كتير لان هو اصلا معرفش هما بينقعوه نص ساعة وساعتين، هو اصلا مجرد ما حطيته نفش بسرعة. فعملته بقى حوالي 10 دقايق. طبعا مجهزة الكبة بتاعتنا عشان هنطحنها فيها تاني. انا طحنة فيها بصل اهو، طحنت بصلاية واحدة وخدت التفل بتاعها، التفل بتاع البصل، محطتش المية. ودي التوابل بقى، التوابل بتاعتنا عبارة عن توم باودر معلقة صغيرة، بابريكا معلقة برضو مش مليانة، حبة ملح صغيرين، ربع معلقة عشان احنا هنحط هنا اللي هو بتاع الهمبرجر خلطة البرجر، فبتبقى مالحة، هنحط كيسين، فعشان كده ما كترتش. فلفل اسود ربع معلقة، ربع معلقة برضو بهارات مشكلة. هي دي البهارات بتاعتنا، يبقى توم باودر، بصل باودر، حبة ملح صغيرين، بابريكا، فلفل اسود، بهارات لحمة. فهنعمل بقى ان شاء الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي. واحنا قاعدين كده نذكر الله سبحانه وتعالى، واحنا بنعمل حاجة نصلي على رسول الله، ربنا يبارك في الحاجة والحاجة تطلع زي الفل. فاحنا بنفضي هنا في البولة الفول الصويا، نفضيه هنا، وبعدين نروح بقى ايه حاطين عليه اللحمة وحاطين كل التوابل، وبعد كده بقى نضربه في الكبة ضربتين ونشكله. سهل جدا يعني ما شاء الله، سهل جدا وبقى طعمه حلو، بدل ما نشتريه من بره بالغالي والحاجة بقت غالية نار. فنعمله في البيت ونحطه كده في الفريزر نفرزه، اما الولاد يحبوا ياكلوا يبقى جاهز، دوبك تجيبي فينو او كمان تعملي فينو في البيت. والله المفروض الواحد في كل حاجة يخليها اكتفاء ذاتي يعني، في الغلا اللي احنا فيه ده. اهو حطيناهم كلهم اهو. هنفضي عليهم نص كيلو اللحمة اهو، فضيناه اهو. منخليش حاجة حرام، منرميش حاجة. يبقى كده ايه، حطينا اللحمة على الفول الصويا. نحط بقى البصل بتاعنا اهو، بصل اهو، كله بقى يتقلب وبعدين نضربه ايه. وادي الخلطة بتاعتنا برضو نفضيها عليها. الكيس التاني انا جبت كيسين عشان هي الكمية ايه، الفول الصويا مكترها شوية. ما شاء الله هتقطع كمية والله وفيرة بإذن الله. وهنحط التوابل بتاعتنا برضو اهي، توابل والبصل والبابريكا والفلفل الاسود وحبة ملح صغيرين، توم باودر، بصل باودر اهو، هنفضيهم كلهم. وهنقلبها بقى كويس، نقلبها كلها. بس هي طبعا عايزة ايه، تقليب جامد. المفروض ان انا ايه هقلبها بايدي جامد عشان امزجها ببعضها، وبعدين ايه اضربها في الكبة. هرجع لكم بقى بعد ما اضربها في الكبة، عشان طبعا ما فيش فيشة جنبي هنا، والنور قطع جوه في اللمبة بايظة في المطبخ. فانا هضربها في الكبة واوريها لكم بعد ما اضربها. ورجعت لكم حبايبي اهو بعد ما طحنت ضربت في اللهم صل محمد، ضربت الهمبرجر في الكبة بقى بالنومية دي اهو، شايفين
وجبت غطا، اي غطا عندكم، ده غطا بتاع بطرمان، وحطيت فيه كيس تلاجة. فتحت اكياس التلاجة وباخد حتة كده كورة ونروح عاملينها كده اهو، كده بططها فيها كلها كده اهو. الطريقة دي سهلة اهي خالص وبسيطة. حط مثلا لو في حتة فراغة كده نحطها فيها عشان تبقى حلوة كده اهو متساوية، تبقى كلها سمك واحد اهي. بسم الله ما شاء الله، جميلة تحفة والله العظيم، وسهلة وبسيطة، وهتقطع كمية بسم الله ما شاء الله. نص كيلو لحمة على ربع كيلو وحشت منه اللي هو الصويا صوص، وطحنته مع البصلة والتوابل اهو. بصوا ما شاء الله عليه، جميل جميل الله اهو. بنعملها كده بقى، ونروح حاطين اكياس عشان نحطها برضه، هنفرده في الفريزر، وبنروح واخدينه كده. مش اصلا بقى عشان بصور بيه فمش متملكة اهو، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هنكتب عليها عشان الغطا البطرمان ده ليه حرف، فاحنا نظبطه كده عشان ميبقاش ليه الحرف اللي في النص ده اه. ايه رأيكم؟ والله وبيبقى جميل وحاجة نضيفة في البيت وطعمها تحفة. عارفة انت عاملاه ازاي وغاسلة الحاجة وغاسلة ايديكي، والله اكبر. بس بقى انا هشكله كله، وعشان وما نيجي بقى ان شاء الله اسويه ابقى اوريهولكم، عشان بس انا ايه مش عارفة اظبط بيد واحدة. ايه رأيكم بقى؟ هو السمك كده بتاعه حلو، الله اكبر. وبنفس الغطا دوت، اي غطا عندكم، حتى لو علبة بتاع دوت الجبنة من البريزدون، اي جبنة تعملوها يبقى جميل، الله اكبر زي الفل. تعيشوا وتعملوا لولادكم يا حبايبي، وحاجة نظيفة وحلوة، وبدل ما نشتريها بالغالي من بره، جميلة والله. تعملوها بألف هنا وشفا لولادكم. متنسونيش بقى بدعوة حلوة من قلوبكم، وتعملوا لي بقى كومنت حلو من كومنتاتكم اللي بتشجعني، ولايك وشير، ومتحرمش منكم يا رب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. لا اله الا الله.